السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، متابعين الكرة مع كرام أبو إدريس. انتهت مباراة النادي الأهلي وسيراميكا بفوز النادي الأهلي 1-0، هدف حسين الشحات في الدقيقة 55. كانت قبليه في مباراة بيراميدز والاتحاد، المفروض المباراة تنتهي التعادل، لكن التحكيم المصري أفسد المباراة كالعادي، لأني تاني ماتش على التوالي التحكيم يتدخل ويوقف الاتحاد، لأن لو الاتحاد فاز الماتشين اللي فاتوا دول كان هو المفروض في المركز الرابع والزمالك في المركز الخامس، لكن هم بيعطلوا الاتحاد بأي وسيلة عشان ما يوصلش المركز الرابع وياخدوا من الزمالك، وده ظلم. المفروض كل واحد على قد مجهوده يبقى في مركزه، ما تظلمش حد على حساب حد، لكن تنساش انك انت في مصر. رقم التحكيم ماتش النادي الاهلي وسيراميكا زملكاوي بحت بقيادة محمد عادل الشهير بالاحتواء في ماتش 5-3 لما قال لك احتويت اللاعبي، ولو ما احتوهمش كانت ممكن النتيجة بقت 7-0 النادي الاهلي. الهدف دي في الدقيقة 55 الفار قعد 5 دقائق عشان يجمع غلطة عشان يلغي بها الهدف، لكن ربك كبير لأن الهدف صحيح. 5 دقائق وقت كبير جدا 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 عشان تحسب الهدف. الهدف في الدقيقة 55 اتحسب في الدقيقة 60 و30 ثانية، يعني حدود تتكلم في 6 دقائق، ما لقلوش غلطة. دخل في التشكيلة امبارح النادي الأهلي بقيادة في حراسة المرمى مصطفى شوبير اللي تألق جدا جدا جدا، وصد انفراد صريح من صلاح محسن اللي كان بيلعب بغل، بيلعب بحقد، بيكسر في اللعيبة. هو ياسر ريان، مع ان ياسر ريان ابوه كان جناح الطاير في النادي الاهلي وخير النادي الاهلي عليه، لكن هو بيلعب بحقد وكسر في اللعيبة. التشكيلة بتاعت النادي الاهلي مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد عبد المنعم ومحمود متولي قلب دفاع، على اليسار علي معلول، وعلى اليمين محمد هاني، قدام محمد هاني بيرسي تاو، وقدام علي معلول حسين الشحات. خط الوسط عمرو الصلية مروان عطية واليو ديانج، وفي الهجوم كهربا. اليو ديانج كان يلعب نفس كان واخد المهام اللي كان بياخدها حمدي فتحي، اللي هو يتقدم ويتسلل في الهجوم بحيث يحرز هدف. كان يتبادل الدور دي هو وعمرو الصلي، لكن حلمي طولان أدى مباراة دفاعية بحت، كان يلعب الهجمة المرتدة، يعني شبه مباراة الوداد اللي هتتلعب إن شاء الله يوم 4/6. اعتبر أعطاك يعني حصة تدريبية، لأن الوداد حيلعب نفس الخطة. الوداد بيلعب دفاع وبيلعب على الهجمة المرتدة، بيلعب كله تحت الكرة، وده اللي كان عامله امبارح. حلمي طولان كان يلعب اللعيبة كلها تحت الكرة أثناء الكرة مع النادي الأهلي، كان الكرة يرتد بعد نص الملعب، وكله لعب على الكرة وعلى الهجمة المرتدة. في ضرب من غير كرة لمحمد هاني المفروض يطرد، لكن الحكم اتغاضى عنها وعمل نفسه مش شايفها، عمل نفسه من بنهي. وإذا النادي الأهلي لعب الكرة أو الفاول بسرعة كان يرجع الكرة تاني، مع إنه في ماتش الزمالك لما لعب الكرة بسرعة وجت هدف مشاها، لكن ده الزمالك. ويجي لك واحد زملكاوي مش فاهم حاجة يقول لك الأهلي نادي الدولة، يقعد يشتم على النادي الأهلي. افهم كرة الأول وبعدين ابقى تعالى اتكلم. افهم التحكيم ماشي ازاي، وافهم الدولة ماشية ازاي، وبقى بعدين تعالى اتكلم. تحكيم امبارح زبالة 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 بقيادة أحقر حكم في العالم محمد عادل، حكم حقير، حكم بيظلم النادي الأهلي دايما. متنساش كلمة الشهيرة في ماتش 5-3 احتويت اللاعبي. انت مالك تحتوي اللعيبة وما تحتويش اللعيبة؟ انت مالك؟ انت المفروض جاي تحكم بالعدل، لكن انت ما عندكش عدل لانك ظالم. ألف 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 مليون مبروك من النادي الأهلي الفوز والتربع على الدوري. إن شاء الله 5 ماتشات يفوزوا من النادي الأهلي
يحسم الدوري تماما. وإن شاء الله الماتش بتاع الوداد في القاهرة الآن النادي الأهلي يفوز بحيث يروح يلعب في المغرب مرتاح. متنساش تعمل متابعة للقناة وفولو حتى يصلك كل جديد. مش هتخسر حاجة انت لو عملت اشتراك للقناة، تشجيع ليني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.